مرحبا جميعا، نأمل أن تكونوا بخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع زر اللايك لأنني أتعب كثيرا لتقديم هذه الفيديوهات. اليوم سنتحدث عن المراكز 15 لأفضل المدربين لسنة 2023 حسب صحيفة جول، حيث كان للمدرب العالمي بيب غوارديولا مركزا كارثيا، وكان للمركز الأول مدربا أصبح من الأفضل في السنوات الأخيرة. أكملوا لآخر الفيديو لتعرفوا من. وإذ كنت تعرف من هو هذا المدرب اكتبه في التعليقات. مشاهدة ممتعة. تألق عددا كبيرا من المدربين في النصف الأول من الموسم الكروي حتى الآن وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج رائعة ومثيرة. وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2023 إلى 2024 أحداثا مثيرة وقصص جديدة ليس فقط من الأندية الكبرى في أوروبا، ولكن ظهر عدد من الفرق الصغرى التي قد تكون الحصان الأسود لهذا الموسم. وكان لبعض المدربين تأثيرا كبيرا على تحول وتحسن فريقهم، وتجاوز البعض الآخر التوقعات بميزانيات ضئيلة، وقد ينجح البعض منهم في كتابة التاريخ إذا استمروا بهذا المستوى حتى شهر مايو القادم. ويقيم موقع جول في التقرير التالي أبرز 15 مدرب حتى الآن في موسم 2023 إلى 24 على النحو التالي: بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي. في المركز الرابع عشر إيمانويل الجواس المدرب فريق ريال سوسيداد. في المركز الثالث عشر دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد. في المركز الثاني عشر بيتر بوش مدرب فريق أيندهوفن. في المركز الحادي عشر كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد. في المركز العاشر ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال. في المركز التاسع فرانشيسكو فاريولي مدرب فريق نيس. في المركز الثامن سيباستيان هونيس مدرب فريق شتوتجارت. في المركز السابع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول. في المركز السادس سيموني إنزاجي مدرب فريق إنتر. في المركز الخامس أنجي بوستيكوجلو مدرب فريق توتنهام. في المركز الرابع تييغو موتا مدرب بولونيا. في المركز الثالث ميشيل مدرب جيرونا. في المركز الثاني أوناي إيمري مدرب فريق أستون فيلا. في المركز الأول تشابي ألونسو مدرب فريق بايرن ليفركوزن.